الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حل أسئلة متحررة المحتوى من كتاب الامتحان صفحة 46 و47 و48. اقرأ ثم أجب. في كل ضرب من ضروب الوطن يقف رجال الشرطة كالحصن المنيع، يسهرون على أمن البلاد وسلامة العباد، يطاردون الجريمة ويحمون الأرواح ويحفظون النظام، لا يغمض لهم جفن في سبيل أن ينعم المواطن بالأمان، فهم العين الساهرة التي ترصد كل خطر، واليد القوية التي تقطع يد العابثين والمفسدين. تراهم في الشوارع وفي الميادين وعلى الحدود، يذودون أي يدافعون عن الأرض، ويصونون ويحمون كرامة الشعب بكل شرف وبسالة أي شجاعة، متحملين أعباء تبعات ومسؤوليات لا يدركها إلا من عرف قدر هذا الوطن. أما تضحياتهم فهي دروس في البطولة والإيثار. الإيثار تفضيل الغير على أنفسهم. كم من شهيد الكثير من الشهداء قضوا في مواجهة الإرهاب، وكم من مصاب فقد جزءا من جسده دفاعا عن أهل بلد، الكثير أيضا منهم. كم هنا تفيد الكثرة، ورغم الألم لا تزيدهم الجراح إلا إصرارا، ولا تضعفهم المحن الصعاب، بل تجعلهم أكثر عزما إرادة ووفاء. بعد كده رقم 1، معنى المحن: الكرب والشدائد، ولا الأقاويل والشعارات، التغيرات والتحولات. طبعا المحن هي الكرب والشدائد. المراد بقضى، قضى حكم ولا مات ولا أصر. طبعا قضى مات، قضى مات. مضاد الإيثار: الإيثار هو تفضيل الغير على النفس، عكس الإيثار طبعا الأنانية. جمع أهل، جمع أهل ولا أهاليل ولا أهال؟ طبعا أهال. بعد كده علاقة قوله بل تجعلهم أكثر عزما بما قبلها، تجعلهم أكثر. طبعا هنا تفيد الإيه؟ تفيد التوكيد. الجو العام الذي اتضح في النص السابق: الحزن والأسى على الشهداء، ولا الفخر والامتنان لرجال الشرطة، ولا الأمل في الحفاظ على تراب مصر؟ طبعا هنا يفخر بمين؟ يفخر برجال الشرطة. عدد الأدوار التي يقوم بها رجال الشرطة كما تفهم من الفقرة: يسهرون على سلامة وأمن البلاد، يبقى يسهرون على أمن البلاد، على أمن الإيه؟ أمن البلاد وسلامة العباد. يطاردون الجريمة ويحفظون النظام. يصونون كرامة الشعب ويتحملون الأعباء في سبيل الوطن. بعد كده على ما يدل قوله لا يغمض لهم جفن، الدلالة على الحرص الشديد، تدل على اليقظة التامة والحرص الشديد على على حفظ أبناء مصر أو حماية أبناء مصر، من أجل حماية أبناء مصر. بعد كده بيقول لك ضع علامة الصح وعلامة خطأ. لا يتحمل أعداء الوطن إلا من عرف قيمة الوطن. طبعا لازم نعرف قيمة الوطن حتى نستطيع أن نتحمل تلك الأعباء والمسؤوليات. المحنة التي يتعرض لها رجال الشرطة تضعف عزائمهم. طبعا بل لا، غلط، لا تقوي، بل إنها تقوي من عزيمتهم. نستنتج من الفقرة الثانية 3 من القيم المتضمنة. طبعا من القيم رقم 1، أول حاجة الإيثار، احنا لسه قايلين كلمة الإيثار. تاني حاجة الصبر والثبات، الصبر والثبات. الشجاعة والقوة، الشجاعة والقوة في الدفاع
عن الوطن. منها أيضا التضحية في سبيل الوطن في سبيل الوطن، التضحية في سبيل الوطن بكل غال ونفيس في سبيل الوطن. بعد كده بيقول لك هنا قلنا طبعا استنتج من الثلاثة من القيم خلاص. استخرج من النص تشبيها وحدد أركانه. التشبيه هنا رقم 1: يقف رجال الشرطة. هنا المشبه رجال الشرطة، المشبه به هو الحصن المنيع. أداة التشبيه، الأداة هي الكاف. طبعا غرضه يجعل الوصف أكثر جاذبية ويثير خيال القارئ. بعد كده اقرأ ثم أجب. في ملحمة من ملاحم البطولة يظل اسم المقدم محمد الحوفي شاهدا على شرف التضحية في سبيل الوطن. لم يكن الحوفي ضابطا عاديا، بل كان فارسا يتقدم الصفوف في مواجهة الإرهاب الأسود، لا يخشى الموت ولا يتراجع أمام الرصاص. ولقد أصر على أن يكون في قلب المعركة حين واجه العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية، لأنه كان مؤمنا أن القائد الحق يسبق جنوده في ميادين الخطر لا يتخلف عنه. كان يعلم أن خطوته قد تكون الأخيرة، لكنه تقدم بإيمان راسخ قوي أن حماية مصر أغلى من العمر كله، ولهذا بذل روحه، يعني أعطى روحه طواعية بكل إرادته. لم يكن استشهاده خسارة، بل كان وسام فخر للوطن، وقد سجل اسمه بحروف من نور في سجلات العز والمجد، وارتفعت الأكف بالدعاء له، وخفقت القلوب، يعني تحركت ونبضت تقديرا لتضحياته. وهكذا ترك الحوفي رسالة خالدة. ما هي الرسالة؟ أن مصر لا تنكسر، وفي أبنائها من يهبون حياتهم فداء لها. يهبون يعني يعطون حياتهم فداء لها. هات من النص بمعنى كلمة دليلا. دليلا هنا كلمة شاهدا، يبقى دليلا شاهدا. كلمة مضادها تراجع وانسحب. تراجع وانسحب. يتقدم، يبقى تقدم. بعد كده كلمة جمعها خطاه، خطوته. كلمة مفردها الأكف، الأكف. جملة تعليلية لما قبلها، لأنه كان مؤمنا أن القائد الحق، لأنه كان مؤمنا أن القائد الحق يسبق جنوده. جنوده في ميادين الخطر. ما الصفات التي تحلى بها الحوفي؟ الشجاعة، الإقدام، التضحية، الإخلاص للوطن، الإيمان بالواجب. استنتج القيمة المتضمنة
في قوله كان فارسا يتقدم الصفوف. طبعا دي تدل على القيادة والشجاعة. ضع علامة صح وعلامة خطأ. وقعت مواجهة المقدم الحوفي مع العناصر الإرهابية في صعيد مصر. طبعا هنا في صعيد مصر، طبعا في منطقة الأميرية وليس في صعيد مصر، يبقى غلط، في منطقة الأميرية. رقم 2، الوطن الذي تضحي من أجله الأجيال باق على مر الزمن. نعم، قدر المصريون تضحيات المقدم الحوفي وارتفعت الأكف بالدعاء له. الإجابة صحيحة، ارتفعت الأكف بالدعاء له، يبقى الإجابة صحيحة كما هي في القطعة. بعد كده استنتج ملامح الجو العام. طبعا هي الفخر والاعتزاز بشجاعة الحوفي والإشادة بتضحياته. ميز علاقة قوله ولهذا. علاقة طبعا ولهذا، طبعا ملامح الجو العام. رقم 1 الفخر والاعتزاز بشجاعة الحوفي. 2 كان فارسا يتقدم الصفوف. كان فارسا يتقدم الصفوف، لا يخشى الموت ولا يتراجع. ميز علاقة قوله. طبعا العلاقة بما قبلها نتيجة. بعد كده اقرأ ثم أجب. وفي ساحات الخطر حيث يفر هاربين تجد رجال الحماية المدنية يتقدمون الصفوف، يحملون أرواحهم على أكفهم لينقذوا حياة الآخرين، يقفون في وجه النيران المشتعلة ويتصدون للكوارث الطبيعية وحوادث الطرق وانهيارات المباني بقلوب لا تعرف الخوف وعقول تزن الموقف بدقة وحكمة. وقد شهد الجميع بسالتهم، يعني شجاعتهم، في إنقاذ الموقف في حريق سنترال رمسيس، حينما أسرعوا إلى قلب النيران دون تردد، يسيطرون على ألسنة اللهب وينتشلون العالقين بين الدخان والركام حتى عاد الأمن إلى المكان. أما تضحياتهم فهي إنشودة فخر ترددها الألسنة في كل مكان. كم من بطل منهم، يعني الكثير من الأبطال منهم، اختنق بدخان الحريق وهو يبحث عن طفل مذعور يعني خائف. وكم من شهيد ودع، يعني الكثير من الشهداء تركوا الحياة وهو يحاول انتشال الأبرياء من تحت الأنقاض. ورغم هذه المخاطر والصعوبات، عن الصعوبات، لا تزال عزيمتهم، يعني إرادتهم صلبة، وإرادتهم لا تلين، يعني لا تضعف، لأنهم يدركون أن رسالتهم أعظم من الخوف. بقول لك اختر الإجابة. مرادف هرعوا واجهوا ولا أسرعوا؟ أسرعوا. مضاد مذعور، واحد مذعور يعني خائف، عكسها مطمئن. جمع شهيد طبعا شهداء. مفرد الأبرياء البريء. علاقة وإرادتهم لا تلين، هذه هي توكيد. ضع علامة صح وعلامة خطأ. رجال الحماية المدنية يتقدمون الصفوف رغم يقينهم أن الخطر قد يودي يعني يؤدي بحياتهم إلى الهلاك. الإجابة صحيحة. تقتصر مهام رجال الحماية على مواجهة الحرائق فقط. طبعا خطأ، ليست الحرائق فقط. أهي يتصدون للكوارث الطبيعية وحوادث الطرق، انهيارات المباني. يبقى أول حاجة في وجه النيران المشتعلة، الكوارث الطبيعية، حوادث الطرق، انهيارات المباني وغيرها، ليس في مواجهة الحرائق فقط. كيف تجلت بسالة رجال الحماية المدنية في حريق سنترال رمسيس؟
اندفعوا إلى قلب النيران دون تردد. اندفعوا إلى قلب النيران دون تردد. يواجهون النيران وانتشلوا العالقين. انتشلوا العالقين من بين الدخان والركام حتى عاد الأمن للمكان. على ما يدل قوله عقول تزن الموقف بدقة وحكمة، يدل على الوعي والحكمة. يدل على الوعي والحكمة. ومش كده وبس، لا، الاحتراف، منهم محترفين في أداء مهامهم. الاحتراف في أداء مهامهم. لا يندفعون عشوائيا بل يقدرون المواقف بعقلانية وإنسانية عالية. استنتج القيمة يحملون أرواحهم. طبعا بيحملوا أرواحهم على أكفهم، يعني ممكن يموتوا في أي لحظة ويستشهدوا في أي لحظة. دي دلالة على التضحية. دي قيمة التضحية والفداء من أجل الوطن. بعد كده أكمل جملة لأنهم. لأن هنا طبعا، أن هنا طبعا تعليل، عشان دي لام التعليل. الجو العام الذي شاع في النص السابق هو الفخر والاعتزاز برجال الحماية المدنية والإشادة بتضحياتهم. الدليل على ذلك الكلمات: أنشودة فخر، كلمات زي أنشودة فخر ترددها الألسنة. كمان رسالتهم أعظم من الخوف. رسالتهم أعظم من الخوف. من الكلمات أيضا: لا تزال عزيمتهم صلبة. فهي أنشودة. أنشودة يعني حاجة سماعية، الأنشودة احنا بنسمعها، يبقى هنا حاسة السمع. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.